مصر والجزائر؟ والله الجزائر دولة أقل من إن إحنا كمصريين نتكلم عنها، يعني هي دولة مين الجزائر؟ إحنا دايما عامل مشاكل. في يوم من الأيام ظهر الفنان محمد رمضان في إحدى اللقاءات وهو يهين ويسب الشعب الجزائري بألفاظ غير لائقة. وبين ليلة وضحاها بات الفنان المصري محمد رمضان محاصرا بهجوم من قبل الجمهور الجزائري بسبب تصريحات أدلى بها قبل 12 عام وعادت لتنتشر مرة أخرى. القصة بدأت بفيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيها الفنان محمد رمضان قبل 12 عام وهو يتحدث عن رأيه فيما حدث بين مصر والجزائر في المباراة الشهيرة التي جمعت المنتخبين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 وانتهت بفوز المنتخب الجزائري. إحنا كمصريين شرف ليهم إن إحنا نقول كلمة الجزائر بس. حديث رمضان حمل هجوما كبيرا على الجزائر، حيث قلل رمضان من قيمة الشعب الجزائري وهو ما تسبب في الغضب منه، إلا أن رمضان سارع على الفور بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام وجه فيه اعتذار للشعب الجزائري عن الفيديو المتداول في الوقت الحالي. وأكد الفنان المصري إنه يكن كل احترام وتقدير للشعب الجزائري، مشيرا إلى كونه يفتخر ببلد المليون شهيد مثل باقي العرب، معربا عن اعتذاره وأسفه بسبب الفيديو المتداول والذي أكد إنه قديم للغاية. عامل زي البني آدم اللي لا منه راجل ولا منه ست. بكن كل احترام وتقدير للشعب الجزائري الغالي الشقيق والبلد المليون شهيد اللي بنفتخر بيها كلنا كعرب ان هي بتنتمي الينا، وبعتذر لهم عن انتشار الفيديو اللي كان يعني فيديو قديم جدا.